مش هسميها غير فطاير الأميرة، لأن هي فعلا أميرة في طريقتها وفي تحضيرها. في مكوناتها بسيطة جدا، ولا بيض ولا لبن ولا زبادي ولا فرن، مقادير موجودة عندك كلها في البيت. علشان نعمل فطاير القمر دي هتجيبي بولة، تحطي فيها كوبايتين من المية الدافية، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر. هقلب كل الدنيا دي مع بعضها لحد ما السكر يدوب عندي تماما. مش عايزة احس بالسكر خالص في العجينة بتاعتي علشان ما تخرست وتبوظ مني. السكر خلاص داب، هنزل عليهم بنص كيلو من الدقيق المنخول او 4 كوبايات من الدقيق. على الدقيق هنزل بنص معلقة من البيكنج باودر، ودي مهمة جدا ما تقدريش تستغني عنها، لازم تحطيها. هبتدي بقى اعجن العجينة كويس جدا بالراحة، ما استعجلش عليها. المقادير اللي انا قلتها لك دي مظبوطة على الشعرة، مظبوطة جدا، يعني ولا احتجت مية تاني ولا احتجت دقيق تاني. كده العجينة عندي مظبوطة تماما. هفضل اعجن فيها لحد ما تبقى معايا كورة في ايديا، وعايزة العجينة بتاعتي تكون بتلزق بسيط كده. هعجن في العجينة رايحة جاية لحد ما تبقى معايا زي كورة كده. بعد ما بقت كورة هبتدي اشيلها واحطها على سطح بره او على الرخام عندك، وابتدي اعجني فيها، ما تكسليش لمدة 3 4 دقايق، مش كتير. انت اصلا هتلاقي العجينة في ايديكي يعني بتطبطب عليكي كده، طيبة وكلها بركة. خلاص هي بتلزق خفيف كده، خلاص اتعجنت معايا. هحطها في بولة، والبولة دي تكون فيها نقطة من الزيت. عايزة اقولك ان العجينة انا مش عايزة اسيبها من ايدي، بجد حلوة قوي قوي. تقدري تعملي منها وتطلعي منها حاجات كتير جدا جدا غير الفطاير اللي احنا هنعملها دلوقتي. البولة عندي زي ما قلت لك فيها شوية من الزيت، هحط فيها العجينة وهسيبها تخمر نص خمر بس. انا مش عايزاها تخمر تخمير كامل، لاني انا بعد ما اشكلها هسيبها تخمر تاني. بس المهم ان انا اسيبها في مكان دافي علشان الخميرة عندي تشتغل وتبتدي تختمر معايا. بعد ما العجينة اختمرت كده نص خمر، هجيب اي سطح عندي، انا فرشت المفرش السيليكون، هجيب هقسم العجينة نصين. ادي اول جزء، طبعا هي بتلزق وقلت لك انا عايزاها بتلزق كده علشان تبقى طرية معايا مش ناشفة في الاخر. حط عليها رشة دقيق بسيطة جدا، وابتدي افرد العجينة باي حاجة عندك كده. وبعدين تقدري بقى في الخطوة اللي هي بعد الفرد دي، عايزة تقطعيها قلوب، عايزة تقطعيها نجوم، عايزة تشكلي اي تشكيلة انت تحبيها. خلاص العجينة بتاعتك تقدري تلعبي فيها زي ما انت عايزة. هاتي ولادك كده زي ما بقولك في كل فيديو، ما نسيبهمش قاعدين قدام التليفون، ونادي عليهم قولي لها امسكي الكوبايه قطعي، هاتي اشكال انت بتحبيها وقطعيها، هيبقوا مبسوطين جدا. هشيل بقى العجينه الزياده دي، هبتدي اكورها تاني واغطيها واسيبها ترتاح. بعد خلاص ما شلت العجينه هبتدي ارش عليها ادهنها كده بشويه بسيطه خالص من الميه، وعلشان السمسم اللي احطه عليها يلزق ما يفكش ولا يقع من العجينة. هضغط عليه ضغطة بسيطة جدا وهسيبها ترتاح كده على جنب، وهبتدي أكمل نص العجينة التاني نفس الطريقة ونفس الخطوات. هبتدي أفردها. بعد ما أفردها تبقى معايا بالشكل اللي انت شفتيه من شوية. عايزة اقولك ان العجينة لما تيجي تفرديها كده ما تخليش سمكها ولا هو تخين قوي ولا هو رفيع قوي. تخين قوي مش هتستوي منك، ورفيعة قوي هتتحرق منك، مش هيبقى ليها قلب في وانتي بتسويها في الزيت. هكمل التقطيعة كلها بنفس الشكل كده، وهحط مية وسمسم برضو. هسيبها بعد ما اشكلها كده لمدة 10 دقايق بس. عندي بعد كده زيت سخن علشان تنفش معاكي وتبقلل كده. فجبت حطيت العجينة عندي اللي انا عملتها معاكم المخبوزات القمر دي، حطيت على وشها كده شوية من الزيت علشان تبتدي تنفخ كده معايا وتبقى عاملة زي الدوناتس. ما اقلبهاش خالص لحد ما تاخد معايا لون. طبعا لو مش حابه تعملي خطوه المعلقه دي كده كده هتنفش معاكي، ما تقلقيش خالص. خدت لون هقلبها على وشها الناحيه التانية. شايفين شكلها قمر ازاي وريحتها حلوه جدا، تحسي انت بتعملي بلح الشام، ريحه البقلاوه حلوه قوي 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 قوي. لازم تجربيها بجد، جميله جدا وعجبت الولاد وعجبتنا كلنا. اول مره اعملها
والحقيقة مش هتبقى اخر مرة، وهعملها دايما باستمرار. وكمان شكلها تحفة حلوة قوي قوي. المهم لما تيجي تطلعيها ما تطلعيهاش على مناديل، تطلعيها على مصفى علشان تفضل معاكي هشة وطرية. هعمل كل الكمية زي ما انتي شفتي كده، وفي الاخر بتطلع معايا بالشكل القمر ده. انتي متخيلة ان نص كيلو من الدقيق يعمل لي كل الكمية دي؟ العجين اللي كان بيتبقى مني وكنت بشكله تاني عملته شكل ايه الفطاير اللي هي الجيب، زي ما انتي شايفة كده. شايفة هشاشة وطراوة، وريحتها حلوة حلاوة جدا جدا، حلوة قوي بجد بأمانة. مش تندمي خالص ان انتي عملتيها. هي مالت البيت كله خير وبركة وريحة حلوة بجد. بتمنى ان انت تجربيها. وخلاص المدارس على الابواب، حلوة قوي لللانش بوكس، تحط لهم شوية كده مع شوية جبن، او تحشيها من جوه نوتيلا بيض، حلوة قوي قوي. وكمان مش شاربة زيت خالص زي ما انت شايفة. وبنص كيلو دقيق عملنا وليمة كاملة. بتمنى ان انت تجربيها وتخلي الوصفة عندك وتشيريها لاكبر عدد ممكن، علشان بجد الكل يستفيد منها، والكل يبقى حابب يعملها ويجربها. قد ايه لطيفة وحلوة، وكمان هتعجب ولادك قوي قوي قوي، وتغيير في الفطار في العشاء. بجد جميلة جدا وانتي رايحة المصيف كده او رايحة اي رحلة، حلوة قوي قوي. طب لو بردت وفاضت منك ممكن تخزنيها في الفريزر، ممكن جدا. المهم تبرد خالص، تبتدي ترصيها في كيس وتقفلي الكيس كويس جدا، وبعدين تحطيها في الفريزر. حابه تطلعيها كده، طلعيها قبليها ب3-4 دقايق هتلاقيها فكت خالص. دخليها الميكرويف لمده دقيقه او دقيقتين كانك لسه عاملاها حالا. حلوه قوي، احنا اكلناها مع شويه عسل، حطي نوتيلا، حطي جبنه زي ما قلتلك، بجد فظيعه حلوه قوي 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 وهشه كده. وبتمنى ان انت تجربيها، وفعلا فعلا هي فطاير الاميره فعلا، بجد تحفه تحفه تحفه. ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناه، هبقى مبسوطه جدا بوجودك معايا. بحبكم كتير. باي باي.